ولد الحسن الثاني عام 1929 في مدينة الرباط، وتولى عرش المغرب سنة 1961 بعد وفاة والده محمد الخامس. خلال 38 سنة من الحكم، قاد البلاد في مرحلة مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية. في عهده تم إقرار أول دستور للمملكة عام 1962، كما شهد المغرب تطورات مهمة في البنية التحتية والتعليم. يعرف الحسن الثاني بدوره في تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975، التي شكلت محطة بارزة في قضية الصحراء المغربية، كما تميز بحضوره الدبلوماسي القوي وعلاقاته الدولية الواسعة. توفي عام 1999 تاركاً وراءه إرثاً سياسياً ما زال يؤثر في المغرب الحديث، قبل أن يخلفه ابنه الملك محمد السادس.